اهلا بيكم في كدبه ومصدقينها مع حجازي. كدبه ومصدقينها دي عباره عن مجموعه حلقات انا هبدا اعملها اشرح فيها او احكي فيها عن تجارب انا مريت بيها شخصيا، ومنها اللي انا لبستها ومنها اللي انا لحقت نفسي قبل ما البسها بسبب حاجات كتير قوي بتتقال حوالينا وبنصدقها. اللي خلاني ابدا الموضوع ده ان انا من وانا صغير بحب قوي اجرب اعمل كل حاجه بنفسي، وفي ناس كتير قوي بتقول لي حجازي وانت تهلك ليه ما تجيب حد يعملها وتخلص. بس انا ما اعرفش ليه من وانا صغير بحب افهم كل حاجه، وحتى لو انا ما عملتهاش في نفسي بنفس بايدي في الاخر انا احب ان انا ابقى فاهم هي بتعمل ازاي عشان ما حدش يضحك عليا. يمكن يكون ده بسبب المخترع الصغير اللي جوايا من وانا صغير، مع اني ما اخترعتش حاجه خالص في حياتي، بس انا بحب قوي اتعلم الحاجه. ومن وانا صغير اي حاجه عايز اتعلمها او اي حاجه عايز اجيبها او اشتريها او اصلحها بقعد اقرا كتير قوي قوي عنها، وبقعد يمكن اقضي ساعات اكتر بكتير قوي من ان انا لو كنت جبت حد وعملها لي اسهل بكتير قوي. بسبب الموضوع ده اتعلمت حاجات، واتعلمت كمان ان في حوالينا كذب كتير قوي وناس مصدقه حاجات بسبب ان هي بتتكرر عليهم كتير والناس كلها بتقولها، بس هي في الحقيقه لما اجي اقرا عنها بلاقي الموضوع مختلف جدا. اكتشفت كمان ساعات عندنا الكذبه بتطلع ترند فالناس تقوم مصدقها اكتر كمان، ودي طبعا بتبقى مصيبه في حد ذاتها. فقررت اعمل القناه دي عشان اكشف للناس الكذبه اللي احنا كلنا ممكن نكون مصدقينها. وزي ما قلت دي عباره عن تجارب شخصيه، مش بقول ان انا بفهم في كل حاجه، بس دي حاجات انا قريت عليها من كذا مكان اكتشفت ان هي فعلا كذبه واحنا مصدقينها، وممكن نكون بنصرف فلوس كتير قوي او بنعمل حاجات كتير قوي غلط بسبب الكذبه اللي احنا صدقناها دي. انا محمد حجازي، ويمكن تكونوا شفتوني في قناه قبل كده عشان انا كنت بعمل قناه عن العربيات، والعربيات دي من الحاجات اللي انا بحبها جدا وبحب حاجات كتير قوي في حياتي، وهتلاقوا مواضيع الحلقات مختلفه جدا عن بعض. ممكن تستغربوا وايه اللي جاب ده لو اني بتكلم عن العربيات، في وقت تاني بتكلم عن الحاجات اللي لها علاقه بالانشاءات، وفي وقت تاني بكون هتكلم حاجات ليها علاقه بالسفر. زي ما قلت لكم هي عباره عن تجارب شخصيه، ويا ريت تكون التجارب الشخصيه دي تفيدكم في حياتكم انتم شخصيا. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه.